النهاردة هنتكلم عن 5 أكلات بتزود هرمون التستوستيرون في الجسم بشكل كبير وبطريقة طبيعية وآمنة، وده الهرمون المسؤول عن القوة، الكتلة العضلية، الطاقة، المزاج والرغبة الجنسية. لو تمرينك تمام وأكلك مش مظبوط، التستوستيرون هيبقى ضعيف ونتائجك قليلة. خليك معايا للآخر. أول أكلة، البيض الكامل. البيض من أقوى الأكلات اللي بتدعم التستوستيرون، لأن صفار البيض غني بالكوليسترول الصحي، والجسم بيستخدم الكوليسترول ده في تصنيع هرمون التستوستيرون. كمان البيض فيه فيتامين دي، والفيتامين ده مرتبط مباشرة بمستويات التستوستيرون في الجسم. علشان كده البيض مش عدو، بالعكس ده عنصر أساسي لبناء الهرمونات. تاني أكلة، اللحوم الحمراء قليلة الدهن. اللحوم الحمراء مصدر ممتاز للزنك، والزنك واحد من أهم المعادن المسؤولة عن إنتاج التستوستيرون. أي نقص في الزنك بيقلل الهرمون ده بشكل واضح. غير كده، اللحوم فيها بروتين عالي الجودة بيساعد على بناء العضلات، وكل ما الكتلة العضلية تزيد، الجسم يحافظ على مستوى هرموني أعلى. تالت أكلة، المكسرات خصوصاً اللوز والجوز. المكسرات مليانة دهون صحية ودهون أوميجا 3 ومغنيسيوم، وكل العناصر دي بتساعد على تنظيم الهرمونات وتقليل هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر اللي بيهدم التستوستيرون. كل ما تقلل التوتر، التستوستيرون يعلى بشكل طبيعي. رابع أكلة، السمك الدهني زي السلمون والتونة. السمك الدهني غني بفيتامين دي وأوميجا 3، ودي عناصر بتدعم صحة الخصيتين وبتحسن إنتاج التستوستيرون. كمان أوميجا 3 بتحسن تدفق الدم وبتساعد على تحسين الأداء الرياضي والمزاج. خامس أكلة، الخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير. الخضروات دي غنية بالمغنيسيوم، وده معدن بيساعد على رفع التستوستيرون الحر في الجسم. كمان بتقلل الاستروجين الزايد، وده مهم جدا لأن زيادة الاستروجين عند الرجالة بتقلل التستوستيرون وبتأثر على القوة والطاقة. الخلاصة، رفع التستوستيرون مش محتاج أدوية ولا حاجات خطيرة، محتاج أكل صح، دهون صحية، معادن مهمة، ونظام منتظم. ومع تمرين مقاومة ونوم كويس، جسمك هيشتغل بكفاءة أعلى وقوة أحسن ومزاج أفضل. ولو عايز فيديوهات أكتر عن التغذية والتمرين ورفع الهرمونات بشكل طبيعي، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.